السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده اللي غنحضروا فيها فقاص بلدي اقتصادي ومكونات جد بسيطه. غنحتاج في المقادير 2 كيسان عنبه سنيده او سكر حبيبات، 2 كيسان عنبه من الزيت، 6 البيضات، كاس الا ربع من الزنجلان، نص كاس عنبه مخلط ما بين حبه حلاوه والنافع، 2 ساشيات خميرة الحلويات او بيكين باودر من وزن 7 غرام، وساشي سكر بنكهة الفانيلا، ودقيق ابيض باش نجمع العجينة. في اناء وضعت البيض السنيدة والسكر حبيبات، سكر بنكهة الفانيلا، قليل من الملح، كنخلط. من بعد ضفت الزيت، كنخلط مزيان باش يندمج لنا مع العناصر، وضفت الزنجلان والنافع وحبة حلاوة وكنخلط. ضفت قليل من الدقيق، ضفت عليه خميرة الحلويات او بيكين باودر، 2 ساشيات، كنخلطهم مزيان مع الدقيق. كنبدا نجمع في العجينه. كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. مهم العجينه ديالي ما تكونش قاصحه، حيت الا قصحنا العجينه خاصها تكون مرخوفه شويه. الا قصحتوها هذاك هو السبب اللي كيخليها تشقق لينا ملي كندخلوها الفران. غادي نقسم العجينه ديالي الى 5 القطع يكونوا متساويين. كنبدا نحربل فيهم بهذه الطريقه. غادي نستف الفقاص ديالي في اللاطه. العجينه ديالي غادي نستفها في لاطه دهنتها بالزيت، وغادي ندهنوا الفقاص باصفر بيضه، وغادي نخطوه بالفرشاط من الفوق، وغادي ندخلوه الفران يكون بارد. ما نشعلوش من قبل، يكون الفران ديالنا يكون بارد. غادي نشعلوه العليل العافيه من التحت، النار تكون مشعوله من التحت، تكون النار مهيله. غيبقى لنا في الفران مده 45 دقيقه ما نفوتوهاش. من بعد ما كنخرج الفقاص ديالي كنخليه يبرد وكنقطعو بهذا الشكل هذا. كيكون ساهل في التقطيع ديالو، ما كيتهرسش. من بعد ما كنقطعو غادي نستف الفقاص ديالي في اللاطه، غادي نشعل عليه العافيه من الفوق حتى يبدا يتحمر لينا، وغادي نقلبوه باش يتحمر لنا من وجه الاخر.
الفقاص ديالي بعد ما طاب كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل ديال الفقاص ديالنا، كيجي لذيذ بزاف، ساهل واقتصادي وكيعطينا كميه وفيره. كنتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا جيم للفيديو، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.